السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. وصفة النهاردة كفتة البرغل، وصفة سهلة ولذيذة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. عندي ربع كيلو من اللحمة، أنا هستخدم الكبة. لو مش متاح عندنا ممكن نجيب لحمة مفرومة عادي، كمان ممكن نضاعف الكمية زي ما احنا حابين. عندي كمان بصلاية متوسطة بشرها ناعم، صفيتها من المية، يعني ده التفل بس بتاع البصل. هننزل بيها على اللحمة بتاعتنا، وهنيجي للخطوة التانية وهي خطوة البهارات. عندي معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من خلطة السبع بهارات، نص معلقة من الثوم البودر، ربع معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة من البابريكا، ومعلقة من البقسماط. بس عايزة أقول لكم ده بديل الفيجيتار اللي أنا بعمله عندي في البيت. لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو أتمنى تدعموني بلايك حلو زيكم، وأكيد طبعا ما تنسوش إنكم تشتركوا في قناتنا في المطبخ مع سنة. هنيجي بقى للبرغل بتاعنا. انا هستخدم نص كوبايه من البرغل اللي غسلته ونقعته لمده ساعتين. لو مستعجلين تقدروا تغيروا عليه الميه السخنه لمده يعني من مرتين لثلاثه، وبعد كده تقدروا تسيبوه في الميه السخنه لمده يعني 5 ل10 دقايق. بعد كده تقدروا تستخدموه، هيبقى جاهز معاكم. كمان تقدروا تضاعفوا الكميه، يعني تخلوا كميه البرغل قد كميه اللحمه بالظبط. هننزل بيها على اللحمه المفرومه بتاعتنا، وفي الوقت ده بقى هنخلطهم كلهم مع بعض، ودي هتكون اخر مره عشان تكون الكفتة بتاعتنا جاهزة زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط. طبعا زي ما قلت، إذا ما كانش عندنا الكبة مفيش فيها مشكلة، في الخطوة دي ممكن نستخدم ايدينا، مفيش فيها اي مشكلة. هي بس هتاخد معانا من 3 ل4 دقايق عشان تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متماسكة بالشكل ده، ويكون فيها أنسجة. بعد كده هجيب صينية هدهنها، أنا دهنتها بالزبدة، ممكن أي مادة دهنية عندنا، وممكن الزيت كمان. طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا 25 دقيقة. ممكن نشغل عليها الشواية لمدة 5 دقايق. طبعا تشكيل الكفتة بتاعنا هيكون حسب الرغبة، تقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين، مفيش فيها أي مشكلة. دخلها الفرن زي ما قلنا، وهنشوفها معانا لما تطلع من الفرن هتبقى عاملة ازاي. بفكركم تاني ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو زيكم، كمان ما تنسوش انكم تشتركوا في قناتنا. طالعه من الفرن زي ما انتوا شايفين، بجد شكلها حلو قوي. طبعا تقدروا تعملوا جنبها رز، مكرونه، تقدروا تعملوا جنبها بطاطس محمره. انا لاني كنت مستعجله جبت العيش البلدي. العيش بصراحه كان لسه طازه، وعملته بالشكل ده اللي بيقولوا عنه ان هو مركب. بجد شكله حلو قوي. ونزلت بقى بسلطه الطحينه. طبعا عملنا سلطه الطحينه عندنا قبل كده على القناه، اتمنى تدخلوا تشوفوا الفيديو. كمان عملت سلطة خضراء، يعني تقدروا تعملوا زي ما انتوا حابين سلطات، سواء سلطة خضراء أو سلطة طحينة. بجد بيبقى طعمها حلو قوي، وبتمنى من قلبي انكم تجربوها. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. بتمنى اذا الفيديو عجبكم تدعموني، بجد دعمكم مهم قوي بالنسبة لي. دعمكم هو اللي هيخليني اكمل، هيخليني استمر. إذا الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك حلو زيكم، كومنت قمر زيكم، طبعا وأساسي اشتراككم في قناتنا، قناة في المطبخ مع سنة. أتمنى تكتبوا لي لو حابين أي وصفات أعملها لكم الفترة الجاية. أتمنى أعرف رأيكم في الفيديوهات اللي بقدمها. هستناكم على خير في فيديو جديد.